حكايات الشعوب، قصص كتير بتأرخ لثقافات والحضارة. احنا النهاردة معانا كلمة رسخت في ودن ووجدان كل المصريين. قال لك ايه؟ قال لك اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، لدرجة ان الشاعر الكبير سيد حجاب عمل أغنية غناها فنان كبير. عارفين مين الفنان دون؟ نعرف بعد الفاصل. اللي غنى الأغنية دي الفنان الكبير علي الحجار. كان بتقول اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. طب إيه قصته؟ القصة بتقول إن مع قدوم الفاطميين لمصر وبدأوا إن هم يخلوا مصر جزء من الخلافة الفاطمية، بل ويخلوها عاصمة الخلافة الفاطمية، بعتوا قائد اسمه جوهر الصقلي. جوهر الصقلي بنى الأزهر، عمل القاهرة عاصمة للفاطميين سنة 969 هجرية. ليه بقى جوهر الصقلي سماها القاهرة؟ سماها القاهرة نسبة لنجم اسمه القاهر. جوهر الصقلي في الأصل كان كنفاني، فعشان كده رجعوا قالوا اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني. طب يا ترى تستاهل مصر إنها تكون فعلا اللي بناها حلواني؟ نعرف بعد الفاصل. القاهرة لما ليها من موقع ممتاز، وطبعا يعني قالوا كتير من كتابنا وخاصة جمال حمدان ليه مصر بتتميز بالموقع الكبير ده، ونقالها في كتاب شخصية مصر. شخصية مصر دي أثرت في كل الخلفاء اللي بدأوا إن هم يتجهوا لمصر علشان يحطوا إيدهم عليها. فكان الخليفة الفاطمي المعز لدين الله يعني حاطط عينه على مصر لموقعها الجغرافي. وفعلا لو حد بص على مصر فعلا سبحان الله يقول ان اللي بناها فعلا حلواني. ليه؟ لان كل حاجة فيها حلوة، هي محروسة، فيها جمال موقع، جمال طباع، جمال ناس. مصر هتظل تاج العالم وتاج افريقيا وتاج العرب. نفخر اننا مصريين، نفخر ان احنا هنبني مصر بايدينا وسواعدنا. نرجع تاني ان شاء الله لحكاية اخرى من حكايات من زمن فات.